بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم. هنا سؤال. قال السائل حفظه الله: انتشر في بعض البلدان أن من تزوج من الشباب في أواخر شعبان أو في رمضان أن له أن يفطر في رمضان لكونه حديث عهد بعرس، فربما حصل الجماع في نهار رمضان، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وماذا يلزم على من وقع في مثل هذا الأمر؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الزواج مأذون به في شعبان وفي رمضان، ولكن الزواج نعمة من نعم الله العظيمة ييسرها الله لمن يشاء من العباد، لمن يشاء من العباد. فهذه النعمة المطلوب من المتزوجين أن يزدادا شكرا لله، شكرا لله وعبودية لله الذي يسر بما يسر به من هذا الخير العظيم، من هذا الخير العظيم. هذا هو المطلوب. فمن تزوج في رمضان، إن الحكمة الشرعية والمقاصد الشرعية أنه يزداد لله طاعة وعبودية، خصوصا في هذا الشهر الذي يتنافس فيه المتنافسون في عبودية الله، ويتسابق المتسابقون إلى طاعة الله، فهو منهم، يحرص على أن يكون منهم. لكن إذا وجدت الغفلة، وإذا تمكن الجهل من بعض الشباب والشابات، من بعض الناس، من بعض الآباء والأمهات، وجدت الأمر بالعكس، أو وجدت الأمر على عكس ما أراده الله وما دعا الله عز وجل إليه. وجدت المحاربة للنعم، المحاربة للنعم والتصدي في الحرمان من دوامها وبقائها ومن نيلها على الوجه الصحيح وعلى الوجه النافع، على الوجه النافع التام. فليحذر الشباب والشابات المتزوجون في رمضان وفي شعبان، وليحذر الآباء والأمهات، وليحذر الناس من أن يكونوا معينين على الشر، معينين على ترك ما أوجب الله وعلى انتهاك ما حرم الله عز وجل. يحذر أشد الحذر من سمعتم من هذا. فكون الأب يزوج ولده والرجل يزوج ابنته ليس مجرد تزويج وكأن لا شيء، بل المطلوب أن يكون هنالك النصح والزجر والتحذير للشباب والشابات المتزوجين من الوقوع في المحذور، أن يكون هنالك دعوة لهما إلى مراقبة الله والخوف من الله عز وجل، والمجال الذي فيه اللذة والذي فيه العشرة. الليل واسع يقضي حاجته وغرضه، فلا يأتي أبدا إلى ما حرم الله عز وجل. ومن أحس من الآباء والأمهات من ابنهم أو كذا أنه ممكن يقع في المحظور، ممكن يحولون بينه وبين امرأته، يحولون في النهار بينه وبين امرأته، ولا يتركون المجال لهما على ما يريدون. هذا أمر واجب. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أهمل الأبوان الشباب والشابات حتى يقعوا في المحذور، هذا يخشى عليهم من أن يدخلوا في هذه الآية العظيمة. فعلى الجميع ممن سمعتم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يحذروا غضب الله عز وجل. فانتهاك حرمة الشهر الكريم إنه لأمر جلل خطير. فكيف هذا إذا كان الجماع في يوم واحد؟ فكيف لو أن هنالك من ربما
جعل شهر رمضان أو أكثره جعله جعل نفسه مفطرا فيه مقبلا على ما حرمه الله فيه. نعوذ بالله من الفتن. فالزواج هذا زواج شؤم، ويخشى على أصحابه من الدمار أن يكونوا إلى هذا الحد الغفلة، وربما وافق الغفلة أيضا شيء من الاستخفاف بفرائض الله وبأحكام الله وبواجبات الشريعة اللامبالاة ولا قبل النص. فنحذر الشباب والشابات من أن يقعوا في هذا المحذور، وأيضا نحذرهم من أن يزداد ويعظم شرهم، وذلك أن يستخفوا بالفرائض والشرائع والأحكام التي جاءت بها الشريعة، بحيث إذا نصحوا كأن لم ينصحوا، وإذا زجروا كأن لم يزجروا، وأن لا يبالوا بما دعوا إليه من حق وبما حذروا منه من شر. فندعو الشباب والشابات حفظهم الله جميعا إلى المحافظة على هذه الفريضة العظيمة. إنه لو حصل هذا المحذور العظيم، لو حصل كما سمعتم، ما قيمة هذا الزواج الذي بعده هذا الانحراف العظيم، وهذا الإقبال على المحرم والمنكر الكبير. فنقول يا من تريد الزواج في رمضان، وطن نفسك على أن تكون عبدا لله لا عبدا لشهوتك. أنت أكرم وأرفع من أن تكون عبدا للشهوة. اتق الله، الشهوة لا حدود ولها أوقات، ليس في هذا الوقت الذي وقت عبادة لله، صيام لله عز وجل، مراقبة وخوف من عذاب الله عز وجل. فليحذر هؤلاء من أن تستعبدهم الشهوات وأن يكونوا عباد شهوات. خلقنا الله لدينه ولعبادته وطاعته، ما خلقنا لنعبد الشهوات ونميل إليها ونقع في هذا المحذور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. قال فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي أن من جامع في نهار رمضان ممن أوجب الله عليه الصيام، أن عليه أن يستغفر الله وأن يندم وأن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وعليه كذلك أن يعتق رقبة، لكن ما عندنا رقاب هذه الأيام، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وهذا يسهل على الشباب والشابات أن يصوم كل واحد شهرين متتابعين للقوة الموجودة فيهم، بخلاف بعض الناس قد يكون يصعب عليه الصيام لوجود عوارض وموانع وآفات وأمراض. فهؤلاء المطلوب أن يصوم كل واحد، هذا على اليوم الواحد، أن يصوم كل واحد على اليوم الواحد شهرين متتابعين. فإن جامع في يومين صام شهرين متتابعين وشهرين أخرى متتابعين، وعلى هذا فقس. فإن عجز عن الصيام، عجز بدون حيلة وبدون لعب بالدين وبدون تلاعب بما أوجب الله، ينتقلان إلى إطعام 60 مسكينا. هذه المعروفة بالكفارات، ويقضيان يوما مكانه، كل منهما يقضي يوما مكانه. فهذه عقوبة كما تسمعون، عقوبة مغلظة بسبب الارتكاب لما سمعتم. إذا المطلوب أن تتحقق هذه الأمور: الندم على ما وقع فيه وفعل، الثاني الاستغفار، الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، الرابع الكفارة حسب التفصيل الذي سبق ذكره. التفصيل
الذي سبق ذكره. كذلك أيضا ينبغي الإكثار من صيام النوافل ليكمل بها ما حصل من تقصير في الفرائض، والله المستعان.